السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم مع ليلى تشاشانيل مع فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم واحد الشباكيه اللي كتجي زوينه بزاف وكتجي سهله التحضير وكتجي معلكه وهشيشه. بسم الله على بركه الله. ندوز طريقه التحضير والمقادير. هنايا عندي الدقيق الفورس، عندي 500 غرام يعني نص كيلو. عندي هنا معلقه ديال النافع ممسوحه مطحونه وغربلتها، معلقه ديال حبه حلاوه مسوحه حتى هي ما كتكونش عامره مقبه، كتكون مسوحه، معلقه ديال القرفه اللي حتى هي مسوحه. وعندي هنايا راس معلقه ديال الخميره فوريه كنضيفها في واحد الكاس ديال الماء دافي، وهذاك الكاس ديال الماء دافي كنضيف فيه الزعفران الحر، واحد شويه ديال الزعفران الحر، وغادي نضيف فيه واحد الضمه ديال الزعفران الحر. على هاد الشكل كنخلي حتى كتطلق لي داك الضمه ديال الزعفران في هاد الماء هذا على هاد الشكل هذا، وكنردها جانبا وكنكمل المكونات ديال الشباكيه. هنا كنضيف واحد المعلقه صغيره ديال المسكه الحره المسكه الحره طحنتها مع شويه ديال السكر، كتعطينا معلقه صغيره عامره. هنا واحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات. هنا عندي نص كاس ديال اللوز مطحون. عندي هنا كاس ديال الجنجلان مطحون محمر، اللوز ما حمرتوش، الجنجلان اللي حمرته. هنا كنضيف واحد اصفر بيضه، واحد قبصه ديال الملحه. هنا كنضيف واحد نص 4 كاس ديال الزيت النباتيه، 4 كاس ديال زيت الزيتون، نصف كاس ديال الزبده سبيسيال. هنا كنضيف واحد 3 معالق ديال الخل. هنا كنضيف واحد 4 معالق ديال الماء زهر. صافي هنا بعد ما ضفت الخليط كامل ديال النواشف والبيض والخل والماء زهر، صافي كنجمعنا الخليط على هذا الشكل هذا. حتى كنجمع هذا الخليط مزيان، كنجانس الدقيق مع هاد المكونات اللي ضفت. عاد كنضيف داك الماء، داك الكاس ديال الماء اللي ضفت فيه الخميره ديال العجين ديال العجينه والزعفران والضمه ديال البنه، وباش غنجمع هذا الخليط هذا. صافي هنا كنضيف هذاك الخليط ديال داك الماء، الكاس ديال الماء، وكنجمع به العجينه. والعجينه ضروري خص ديال الشباكيه تجينا قاصحه شويه، ما تجيناش رطبه بزاف. صافي كنبقى مستمرين على هذا الشكل حتى كنجمع العجينه ديالنا على هذه الطريقه. صافي هنا بعد ما جمعت العجينه على هذا الشكل غادي نقطعها وغادي نضيفها في بلاستيكات على هذا الشكل، كنخليها حتى كترتاح ليا عاد كنشكلها. وانتم تبعوا معايا الفيديو. صافي هنا كناخذ دوك الكويرات كنطلقهم على هذا الشكل هذا وكنطنيهم على الشكل ديال المسمن. كنعاود نحطهم في البلاستيك كنخليهم حتى على هذا الشكل هذا، كنطلقهم على الشكل ديال المسمن على هذه الطريقه. كنعاود نطلقهم وكنقطعهم، عاد كنضيفهم في البلاستيك كنقطعهم على الشكل اللي بغيت، اللي غادي كيجيني ساهل في الخدمه على هذه الطريقه. المهم نتوما تبعوا معايا الفيديو. صافي بعد ما كنقطعهم كاملين على هذا الشكل هذا كنضيف في البلاستيكه، وملي كنبغي نخدم كنبقى نجبد وحده بوحده بحال هذا الشكل، كنبقى نطلقها وكنبقى وتنقطع بالجراره وكنشبكها. للاسف هنايا الفيديو ديال التشباك تحذف ليا، ما عرفتش وقعت تحذف ليا،
اعتذر على الشباك اللي ما حطيتوش. صافي هنا كناخد داك الطرونش اللي قطعت كنطلقو مزيان على هاد الشكل هذا حتى كيبان لينا السطح العملي، يعني كتجي شباكية رقيقة. غنقطعو على هاد الشكل، كتجيني ساهلة الخدمة على الطريقة اللي درت العجينة، كتجي الخدمة ساهلة. كنقطعها بحال على هاد الشكل، كنطلقها على هاد الشكل، ندلكها مزيان على هاد الشكل هذا وكنقطعها بالجرارة. صافي وكنبقى نشبك. هنايا للأسف الفيديو تحذف ليا، ما لقيت ما ندير. صافي هذا هو الشكل ديال الشباك اللي درت على هاد الطريقة. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الشباك ديال الشباكية بعد ما ساليتها. كنخليها حتى كتنشف ليا مزيان مزيان مزيان، عاد كنبدا نقليها. صافي كناخد واحد الطنجرة، واحد المقلة ولا المهم ولا شي حاجة فاش كنقليو، كنضيف فيها الزيت وكنخليها حتى كتسخن واحد شوية. صافي كنضيفو الشباكية ديالنا كتقلى، وكنضيف العسل في واحد الجبانية، وكنحط الكسكاس فاش كنضيف الشباكية اللي كانت في العسل. المهم نخليكم مع لا فيديو وتبع معايا الطريقة. صافي هنا بعد ما سخنت ليا الزيت وكنضيف الشباكية ديالي على هاد الشكل، صافي كنخليها حتى كطيب ليا. الطياب ديالها خاص يكون مذهب ذهبي، ما يكونش ما تكونش مطيبه بزاف وما تكونش ما طيباش بزاف، يعني اللون ديالها يكون ذهبي. والعافيه ضروري خاصها تكون متوسطه، ما تكونش مجهده. صافي نبقى مستمرين على هذا الشكل هذا حتى كنسالي الشباكيه اللي عندي كامله. هنايا ضروري النار خاصها تكون مهيله، ما تكونش النار مجهده باش ما تخطفش لينا الشباكيه في الطياب. صافي هنا بعد ما كطيب لينا الشباكيه كنبدا نقلبها على هذا الشكل هذا. كنشوف واش كتحمر كامله حتى كتحمر لينا، ما تحمرش لينا بزاف، المهم اللون ديالها يجي مذهبي على هذا الشكل. صافي كنحيدوها من الزيت وكنضيفوها في العسل. صافي كنبقاو مستمرين على هذا الشكل. كنبقاو نضيفو ثاني الشباكيه ديالنا، كنخليوها حتى كطيب. كنعاود صافي كنبداو نقلبوها حتى كطيب لينا مزيان حتى كتولي مذهبه. صافي كنحيدوها كنعاود نضيفوها في العسل. كنبقى مستمرين على هذا الشكل حتى كنساليو كاع الشباكيه ديالنا. هاد العسل هو اللي شاركت معكم، كيجي رائع بزاف. صافي هنا بعد ما ساليت الطياب ديال الشباكيه كنضيفها في العسل، كنخليها في العسل واحد شويه حتى كتشرب مزيان العسل، وكنحيدوها من العسل كنضيفها في الكسكاس. كنخليوها حتى
كتقطر مزيان صافي، وكناخدوها كنستفوها كنطيبها كاملة حتى كنساليها، عاد كنبدا نستفها في شي سطل ولا في شي بحال المهم شي حاجة في ديال التقديم بحال هكا، عاد كنضيف لها الجنجال مشوشة حتى كنكمّلها. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكية ديالنا. نتوما كيفاش كتجي رائعة بزاف، كتجي معلكة وكتجي هشيشة وبنينة. كنتمنى هاد لا فيديو هذا ينال الإعجاب ديالكم، ما تنساونيش بالبارطاج والاشتراك ديالكم، وإلى اللقاء مع فيديو جديد إن شاء الله.